السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل مع بعض الكسكس المصري او التفتيل المصري، طريقة سهلة وبسيطة. وكمان هنعمل معاه البط البلدي الجبار، وهنعمل كمان معانا بطاطس بالبسلة بالجزر، طعم لا يعلى عليه. اللهم بارك. شوية شوربة بقى بلدي اديله بقى. وهنضيف معانا سمنة بلدي. أكلنا النهاردة كله بالسمنة البلدي. الخير جنة من مصر. ربنا يبارك لي فيكم يا اخواتي وما يحرمني منكم أبدا. فعلا أهل الوحدة هم اللي بيدوروا عليها، هم اللي بيسألوا ويحاولوا إن هم يعني يتقصوا لو في حد مسافر يبعتوا أي حاجة حلوة. ربنا يبارك لك يا أم أحمد. أم أحمد هي اللي بعتها لي، أخت حبيبتي بعتلي ده كربط كده يستاهل بقكم. يا سلام لو كان حد جنبي هنا في بلزانه كنت اديته قطعة من البطاية الحلوة دي. المهم ان هي بقى منضفاها ومشيكة عليها، ولكن انا بحب كده ان انا اشيك كده على الحاجة بتاعتنا علشان جاية من سفر، واكيد بقى ارتاحت عند اللي كان جايبها معاه في الطريق. يعني ذكر البط ده سافر الشمال والجنوب في ايطاليا. المهم كده انا مسكتها قسمتها، النص اللي قدام ده ربعين اتنين عشان اشيل ربع كده لابنها محمد. اكيد يعني إحنا مش هناكل يعني البط، وامه اللي بعتاه وما نشيلوش منه يعني. المهم ان البط ده كان طعمه جبار. اللهم بارك. ربنا يبارك لها يا رب، ويبارك في اخواتنا جميعا، وربنا يحبب كل اخواتهم في بعض يا رب العالمين. ما يدخلش اي سوء بينهم، وربنا يجعلهم كده برين ببعض العمر كله. هنا بقى خلاص غسلت البطاية كده بالليمون والملح، وبص عملت لها مساج، يعني ان انا اطمن عليها عشان جايه بس من سفر. ولكن لو هي مش جايه من سفر انا هطمن وهشطفها كده واحطها من بعد غسيل ام احمد طبعا. هنا بقى خلاص شيكت بقى كده عليها زي ما انتم شايفين، بطلع بقى اي دهون اي حاجات من دي علشان بتكون بقى كانت مجمدة وبتكون امتصت اي زفارة. هنا بقى شلت ربع وقمصاية حطيتها كده في كيس لمحمد لما يجي بالسلامة عندنا أعملها له. المهم هنا بقى خلاص غسلت معايا أهم حاجة الحوايج بتاعتها، اللي هي الجوانح والراس والحاجات دي. أولادي كانوا كل واحد راسم هياخد إيه في الحاجات بتاعة البطاية الحلوة دي. المهم بقى معايا هنا بصلاية وطماطماية، وبنحط بقى المية بتاعتنا كانت بتغلي، سقطت كده معايا البط بتاعنا. وهنضيف الملح، يعني ما ضفتش الملح كله لان حسيت ان هي كبيرة. وضفت معايا حبهان ورق لوري. هنا بقى هنسيبها 10 دقايق على نار عالية ونرجع لها. في الوقت ده بقى معايا الكولمن بتاعنا غسلته، حطيت له المية بتاعتنا وحطيت كمان شفشق من التلج كده وحطه حضر. لان بقى الواحد بيهبط يعمل اي شغلانه تلاقي نفسه عايز يشرب ميه ساقعه، والميه الساقعه دي ما بتشبعش خالص. نيجي بقى على العظمه بتاعتنا، وهو العظمه بتاعت اليوم الكسكسي المصري او التفتيل المصري. يعني الاسكندرانيه مسمينه كسكس، والبحراويه مسمينه تفتيل، فاحنا نقول اللقبين الاتنين علشان الناس تكون فاهمه معانا. والمغاربة بيقولوا عليه كسكسي ولكن مختلف غير اللي احنا بنعمله خالص. بيكون أكياس جاهزة، وفي كمان ستات كبار كده ربنا يبارك لهم بيكونوا فاهمين في طريقته، بيعملوه زي احنا ما بنعمل كده المصري. المهم كده أنا دخلت كيلو ونص من الدقيق، زودت معاه نص باكت من البيكنج باودر. البيكنج باودر ده بيخلي الحباية معاكي خفيفة وهشة وحلو. معايا هنا بقى نص لتر من المية، أنا مش هستخدمه كله، أنا استخدمت موجين اتنين من المية. حطيت معايا معلقة ملح ودوبته كويس. باخد بقى بالمية وارش كده وادوب معايا الدقيق مع المية، يعني ما بحطش كل المية مرة واحدة. انا بعمله كده كتل او بعمله كده بشربه الدقيق، بعمله اللي هو زي الحبوب زي الكلاكيع كده، زي اللي احنا بنشرب كده نسبة بسيطة من المية. المهم ان احنا بنشبع الدقيق بتاعنا بنسبة مية. ايوه اديله كل ده شغل بتاعه خفيف كده، هو بياخد وقت في السوا، ولكن في العمايل مع الكبة ما بياخدش اي وقت خالص. قبل ما بندخله الكبة بنشبعه المية بتاعتنا. طب بتعرفي ازاي ان كمية المية مناسبة معاكي للدقيق؟ لان كل نوع دقيق مختلف، ممكن في دقيق ياخد اكتر وفي دقيق ياخد اقل. لما بتعملي الكمية بتاعتك بالمية بتبص تلاقي على الصينية ما عادش ظاهر معاكي دقيق، بقى فيه كله اللي هو فرافيت دقيق بالمية. شايفين بمسح كده الصينية ما بلاقيش اللي هو كمية الدقيق الكتيرة. كده الكمية بتاعت المية بتاعتك مظبوطة، ولكن ما تحاوليش تزودي مية كتير علشان ما يكونش معجن معاكي.
أنا هنا باستخدم معايا كمية المَيّة مَجّين 2، بعد ما عملت اللي أنا عملته ده، باجيب الكبة بتاعتنا وباستخدمها، تقدري تفرمي مرتين 2 يعني لفتين 2 بس بالكبة وتاخديه وشين، تقدري تعمليه 4 مرات ويكون مرة واحدة. أنا بقى استخدمت مرتين 2 ورجعت عِدته تاني. طب ليه التكة دي؟ التكة دي علشان تخلّي معاكِ كل الحبوب بتاعة الكسكسي أو التفتيل تكون حجمها كُلّته موصّل كده لبعضه. في نفس الوقت ما بتسيبيش حباية دقيق كده منفصلة عن بعضها. شايفين باعمل كده بإيديا، وفي الآخر خالص باحلِّل أشوف فيه نسبة دقيق نزلت معايا والّا لأ. ما نزلش معايا يعني ما يعادل كده 100 جرام من الدقيق، حاجة بسيطة خالص اللي نزلت معايا صافت خالص. تقدري تحطيها وتقدري كمان ترشي رشة بسيطة كده قبل ما تدخليها. أيوه، هم دول اللي دخلوا معايا. شايفين بقى التفتيل زي حباية الرز بالظبط. كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده حطيت مية وضفت للمية ملح. بعد المية ما بتغلي لازم نجيب فانلة تكون قطن وتكون بيضة وتكون اللون بتاعها ما بيطبعش على أي حاجة. هنا بقى الكسكسي بتاعنا في أول مرة أو السوا بتاعه ما بيكونش كتير، يعني بعد كده هتلاقيه زاد معاك الضعف. المهم بقى بنفرد معايا الكسكسي وبنجيب معلقة وناخد معايا كده فتحة في النص. الفتحة دي علشان البخار يطلع معاكي من المصفى ويسوي معاكي الكسكسي كويس خالص أو التفتيل. في الوقت ده كان نص الحلة بس اللي بيكون موجود فيها المية. أهم حاجة المصفى بتاعتك ما تكونش لامسة المية علشان ما يعجنش معاكي. أنا هنا حسيت إن الغطا مش محكوم مظبوط، جبت برام كده ولبسته معايا للتفتيل عشان يسوي. هنا بقى شوية الشوربة بتاعتنا عاملين شوية إيدام. يا سيدي اديله ادي. هاستخدم معاهم معلقتين سمنة وارد بيهم الكسكسي أو التفتيل. يعني بعد التفتيل مستوي آخر مرحلة بنضيف مع السمنة بلدي مع الحاجات دي. هنا بقى كان عدى من الوقت ساعة إلا ربع. كنت شطبت مطبخي ورتبت شقتي ورجعت تاني. في الوقت ده بضيف المية علشان بسيبه يبرد شوية، وبعد كده هنرجع تاني نعمله في الكبة مرة كده على السريع. سِبت بقى المَيّة تغلي، وجيت هنا عملت معايا بصلاية سِبتها على النار مع فص توم، وهيتبالوا معايا أو لونهم يصفر. في الوقت ده أنا معايا 8 كيلو من البسلة، معايا 3 بطاطسات، معايا جزرتين 2. هنقطّع معايا البطاطس وكمان الجزر الاتنين في بولة واحدة، والبسلة هتتن في بولة لوحدها. هنعمل بقى معايا حلة مشكّلة كده. أنا كان نفسي أعمل بطاطس سادة من غير بسلة خالص، ولكن طلب أبو يوسف إن هو حابب البسلة معاها. هنا بقى خلاص قطّعت معايا كل حاجة. بنرجع بقى معايا بعد البصلاية ما لونها يصفر بننزل معايا بالبسلة بتاعتنا. البسلة بتاعتنا تتشوّح كده وتطحن معاكِ بالطعم ويكون الطعم بتاعها حلو، وفي نفس الوقت تاخد من نكهة البصل وترجع كده الطعم بتاعها واللون. ضِفت معايا كمون وضِفت معايا ملح بسيط علشان هازوّد شوربة، والشوربة الحُدق بتاعها بيكون مضبوط. وما ننساش كمان نزوّد معايا فلفل أسود. الفلفل الأسود حلو كمان بيحلّي معاكِ أي نوع من الطبيخ. إحنا بقى كان خلاص اللهم بارك البسلة كانت شوحت كده تشويح مضبوط. معايا بقى طماطم كده عصير طماطم، هنسيبها تاخد بقى غلوتين 2 قبل ما ننزل معايا بالخضار بتاعنا اللي هو البطاطس والجزر. في الوقت ده بردت معايا التفتيل بتاعنا. خلّي بالكم أول ما بتنزّلوه من على النار بتحسّي إن هو عامل زي التورتاية كده متماسك مع بعض، ولا أي حاجة. اقسميه كده بالسكينة وسيبيه يبرد كده خالص، وبعد كده فكّكيه. هتلاقيه كُتل زي كده، يا تفركيه على إيديكِ وتعمليه تنخليه تاني بالمنخل، يا إما هتعمليه في الكبة. المهم إن أنا بنرُد أول مرّة بإيه، ردّيته بكوب من اللبن وكوب من المَيّة. اللبن عشان خاطر يخلّيه طري وحلو. طب والمَيّة عشان لو حبيت إن أنا أخزّن منّه، يعني اللي اتبقى وحطيته في الفريزر ما يحمضش معايا ويخلّي ليه ريحة وكده. يعني الاتنين مع بعض بيعملوا mix حلو. تقدري كمان تزوّدي ربع كوباية من الزيت عشان يدّيكِ اللمعة، بس أنا حابة إن أنا إيه، أسوّيه كده من غير أي إيدام لحد لمّا يستوي خالص. بعد كده أضيف له كده إيه، وش الشوربة مع السمنة البلدي يكون طعمه جبار. أنا هنا بقى كنت بردته قبل ما بنحطه في الكبة بابرده. باخد فرمتين 2 بالضبط واحطه تاني كده على الصينية لحد لمّا أخلّص كل الكمية بتاعتنا، يكون المَيّة غليت ونيجي حاطاه كده يستوي. ياخد كمان ساعة إلا ربع بالضبط على النار. طب الساعة إلا ربع النار بتكون عالية؟ لأ، أول ربع ساعة بتكون النار عالية، بعد كده النار بتكون متوسطة.
جربوا انك تعملوه في الكبة. اي واحدة ما عملتش الكسكسي قبل كده او التفتيل وما استرجعتش كده او خايفة انها تعمله لوحدها، لا اوعي تخافي، خلاص جمدي قلبك كده واعمليه، وانت هتعمليه من احسن اي حد. العين بتشوف وبتتعلم، مش عيب انك انت تعمليه مرة وتبوظيه في بيتك، المهم بعد كده هتتعلميه وهتعمليه صح لأولادك في مناسبة في موسم، بدل ما تستني حماتك أو أمك أو أي حد يبعتلك طبق لأولادك. لا ده طعمه حلو خالص وكمان اقتصادي، لو انت عندك غلة متوفرة في بيتك تقدري تعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. لو انت شغالة كده بتعملي الكسكسي وانت بتتفرجي على فيلم، هتبص تلاقي نفسك خلصتيه. يعني تقدري تعملي 3 كيلو وانت قاعدة لو عندك حلة كبيرة، وتخزنيه في الفريزر يكفيكي بالكام شهر. يعني طريقته سهلة وبسيطة وكمان ما بياخدش معاكي مكونات كتير، كل حاجة موجودة في البيت، المية في البيت والدقيق في البيت، يعني مش هتستخدمي غير السمنة واحنا بنستخدمها للمكرونة وللرز. يلا بقى نشوف مين الشاطرة كده اللي هتكون شاطرة كده وتعمل طبق الكسكسي أو التفتيل كده وتوريهولي وتقولي أنا تبعت كلامك كده والفيديو بتاعك اداني باور كده وعملت الكسكسي بتاعي. ناس كتيرة كبيرة وخايفة إن هي تجرب إن هي تعمله، الطريقة بتاعته سهلة وكمان الأدوات الحديثة خلت كل حاجة بالنسبة لنا سهلة جدا. أنا عملت قبل كده بالهاند بلندر أول مرة أعمله، أول حد على القناة على اليوتيوب يعمله. وده كمان عملته على الكبة ما شاء الله، على الكبة أسرع لأن الكبة حجمها أكبر وكمان بتوفر وقت ومجهود وما بحضرش، يعني اللي أنا خلصته والدنيا بتاعتي ما باظتش مكان. المهم كده كانت خلاص البسلة بتاعتنا استوت نص سوا، حطيت بقى البسلة وحطيت البطاطس والجزر ورق اللوري عشان يظبط معايا الطعم. يا سيدي اديله اد بقى شوية شوربة. في الوقت ده بقى حطيت معايا الكسكسي بتاعنا عشان يستوي، هنسيبه بقى كده على نار عالية ربع ساعة وبعد كده بنهدي النار نص ساعة، يعني أخد معايا ساعة إلا ربع. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله. هنا بقى كنت خلاص البط بتاعنا كان استوى، وده كان بعد ساعة إلا ربع. الساعة إلا ربع ده كنت بقى شطبت كل حاجة اللي كانت مكاني، غسلت الصينية دي لأنها كانت مكانها دقيق، مكان ما كنا الأول خالص رشيني دقيق على المية، وشطبت كمان الريسبشن. المهم كده إن أنا فوقت كده مطبخي والريسبشن، وأنا بقى شايفين الكتل عاملة إزاي ولا أي حاجة، وهو محطوط كده معايا السمنة بتاعتنا باردة، السمنة باردة. لو حطيت السمنة باردة يبقى الكسكسي سخن مفيش مشكلة، أما لو الكسكسي بارد يبقى السمنة بتاعتنا تكون سخنة، مينفعش الاتنين يكونوا سخنين مع بعض. هنا بقى بنفضل نعمل كده معاه بالمقصوصة الكسكسي بتاعنا أو التفتيل لحد لما يفكك معانا خالص. حبيت اجيبه لكم على الطبيعة وهو نازل من على النار علشان تشوفوا، ما تنصدموش لما تشوفوا بالمنظر ده تقولوا ده باظ مننا ولا كده، ولا باظ ولا اي حاجة. تقدري تمسكي كده كل مجموعة كده على ايديكي وتدعكي لحد لما تفك خالص، ولو عندك الكبة تستخدميها لفتين اتنين بالظبط، هيرجع معاك الكسكسي ما شاء الله اللهم بارك، متنطور كده منك حباية وحباية زي ما شفتوا في بداية الفيديو. وهوريكم، بس انا حبيت ان انا اوريكم عشان لو حد مش عنده الكبة أو كده. أنا استخدمت قبل كده من غير كبة، استخدمته بالهاند بلندر. المهم كده خلاص هنبدأ نبرده ونسيبه كده 5 دقايق ونرجع نجيب معايا الكبة وأمسكه وأضربه كده ضربتين اتنين محترمين عشان هو ميستاهلش أكتر من كده بهدلة. هو يعني حاجة كده محبوبة، فمش هنضربه كتير، يعني احنا بنفكك بس. انا هنا جربت نصه فقلت اجرب النص التاني معاكم. هستخدم كده على السريع، هنا بقى الفيشة كانت بعيدة علشان النار، فعلى السريع كده بفضي وارجع تاني. بس طعمه جبار، جربوه بقى هيعجبكم. طريقة سهلة وبسيطة، والمكونات هكتبها لكم كمان في صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو حط اللايك والاشتراك، ما تنسيناش في الاشتراك عشان القناة تكبر وتتفاعل بوجودكم معانا، واللايك علشان الفيديو ينتشر كده لناس حلوة زيكم. ويلا بسرعة كده ما تخافيش، جربي في كيلو بس من الدقيق، جربي وبوظي ورجعي اعملي الصح وهتتعلمي من أخطائك. الدقيق كله مش بيستخدم المية قد بعضه. أنا هنا عاملة كيلو ونص، أخد مني مجين اتنين مية في الأول، وبعد كده رديته تاني بمج مية ومج من اللبن. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص وشايفين التكات والحركات، وقولوا يا سيدي حط اللايك الحلو للصينية الجبارة دي اللهم بارك، وكمان شوية الطبيخ اللي يستاهل بقكم. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص،
أسيبكم في رعاية الله واستنونا في فيديو جديد، ودعوة حلوة من قلبكم ولكم كالمثل. وكمان دعوة حلوة لأم أحمد اللي بعتت ذكر البط الحلو الجبار ده.